السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مجددا في عز الحدث الذي نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث ونتواصل فيه مع أصحاب الشأن لإيضاح الصورة للمتابع الكريم. ما زالت أحداث النهائي المثير والكبير الذي جمع بين النصر والاتحاد في نهائي كأس العرب والذي انتصر فيه الفريق الاتحادي بهدف دون مقابل. ما زالت آثاره باقية، ما زال الوضع في البيت النصراوي مثير، والذي هو ما زال وصيف في سلم ترتيب دوري جميل. بناخذ نظرة عامة وتفاصيل عن وضع البيت النصراوي بعد الهزيمة. معي الزميل علي القحطاني مراسل صحيفة عز الإلكترونية. مساك الله بالخير علي. مساء النور حبيبي، كيف حالك؟ أمسي عليك وأمسي على متابعين عز الحدث. الله يعطيك العافية علي. علي سريعا، نبي وضع البيت النصراوي بعد الهزيمة في نهائي كأس ولي العهد. والله شوف، الأحداث هي مش بعد النهائي، الأحداث هي تراكمات حصلت من قبل النهائي. أنا بسردها لك بشكل سريع، ولكن صدق. أيضا في نوع من التفصيل بيكون. طبعا قبل النهائي بتقريبا 3 أو 4 أيام كان في تسليم لجزء من مقدمات العقود لبعض اللاعبين. يعني من الناس اللي استلموا كان حسين عبد الغني، عبد الله العنزي، كان ايضا يعني كان في محمد السهلاوي، في تقريبا 3 إلى 4 لاعبين. احمد الخريدي اسلم 500,000 ريال فقط من مقدم عقده. تجاهل بعض اللاعبين سبب نوع من البلبله في المتاخرات اللي لهم. احمد الفريدي هو يطالب اداره نادي النصر بتقريبا مبلغ 6 ملايين ريال، تم تسليمه فقط نصف مليون ريال. 6 ملايين تمثل ايش علي؟ العفو، 6 ملايين تمثل ايش الكابتن احمد؟ هذه مقدم عقد السنه القادمه؟ اي مقدم عقد للاعب. متاخره هي طبعا. جميل. ايضا الكابتن عمر هوساوي، حسين شيعان، يعني في كذا لاعب لهم متاخرات. طبعا نايف هزازي له متاخرات. ما ادري، يعني كان في تجاهل لهم من تسليمهم مقدمات العقود. طيب. احدثت نوع من البلبله قبل النهائي. في نوع من يعتبرونها التحزبات بمعنى اصح، يعني في طرفين يقود هنا مجموعه وهنا يقود مجموعه. التحزبات هذه يعني اقدر اقول لك شتتت الفريق الى جزئين. طبعا وجود الكابتن حسين عبد الغني في المباراة، أنا أتكلم مش بأمور فنية، أتكلم عن أنه بعض اللاعبين وحسب مصادري الخاصة أنه كان عندهم ردة فعل سيئة، أنه اللاعب منقطع عن اللعب 3 شهور ويجي النهائي يتكلم الكابتنية ويكون متواجد. جميل. هذا بعض اللاعبين ما كان فيه يعني كان فيه ردة فعل سلبية وما كانت عندهم الرغبة بتواجد اللاعب. جميل. أنت الحين صنفت الوضع علي مشاكل مالية، سلمت بعض مقدمات العقود لبعض اللاعبين ولم تسلم لمجموعة أخرى. مشاركة حسين عبد الغني كانت أيضا كانت يعني مثار اختلاف، أو في بعض اللاعبين لم يرغب بمشاركة حسين بسبب انقطاعه عن التدريبات وبالتالي مشاركته في المباراة الكبيرة. طيب، النصر لعب في النهائي علي بس عشان الوقت وانهزم بهدف. اوكي، بعد مباراة النهائي وهزيمة النصر وش اللي حصل بعد الغيابات مستمرة. الكابتن احمد الفريدي ثاني يوم الغياب على التوالي، المطالبة بمتأخرات البالغة 5 ملايين ونصف المليون. سلم 500,000 مثل ما قلت لك. كان في غياب اليوم للكابتن خالد الغامدي وعمر هوساوي ولكن بإذن من الإدارة. احمد الفريدي يعني عندي اخبار خاصه انه وصل التاخير في حقوق اللاعب لاكثر من مره، يعني اكثر من موعد تم اعطائه للاعب ولم يتم تسليمه حقوقه. الرجل صار يفكر جديا في نهايه الموسم هذا انه يشتري المتبقي من عقده وينتقل لاحد الانديه الاماراتيه. يعني الفكرة الآن موجودة عند اللاعب. الفكرة بسبب أن أحمد الفريدي لم يستلم مستحقاته أو العرض النادي الإماراتي مغري؟ لا، هو أكثر شيء ضايق اللاعب كثرة الوعود اللي لم يتم تنفيذها. طيب أوكي. كثرة الوعود للاعب بتسليم حقوق المالية
ولم يتم تنفيذها، وبالإضافة إلى بعض يعني أو بمعنى أصح وجود الأحزاب، وجود أقدر أسميها شللية جميل. في النادي. سريعا علي نختم في الموضوع. مصادر صحفية أمس واليوم تؤكد بأن مدرب النصر كارتيرون قدم استقالته لإدارة نادي النصر بعد النهائي حسب مصادر. هذا الكلام صحيح أو لا؟ لا، غير صحيح أبدا. جميل جدا، يعطيك العافية علي، شكرا جزيلا. باتريك كارتيرون مستمر ولم يقدم استقالته. جميل جدا. بعد مباراة الرائد ممكن يكون في كلام من قبل إدارة مش من قبل المدرب. جميل جدا، يعني ممكن تكون مباراة الرائد مباراة مفصلية لمسيرة كارتيرون مع النصر من الإدارة. نعم. وجهة نظر الإدارة. صح. من ناحية المدرب ما في أي شيء بخصوص المدرب من نفسه أنه قدم استقالة أو شيء من هالكلام. شكرا جزيلا علي، يعطيك العافية. حياك الله. حياك. كان معي الزميل علي القحطاني مراسل صحيفة عز الإلكترونية الذي فصل في الأحداث النصراوية بعد النهائي الكبير والمثير الذي خسر فيه النصر بهدف دون مقابل، هو نهائي كأس ولي العهد. أحداث كثيرة في البيت النصراوي، تكلمنا عن حقوق أحمد الفريدي، ممكن إشراع عقده نهاية الموسم، كارتيرون ما زال باقي، مشاركة حسين عبد الغني كانت مثار استغراب وخلاف بين اللاعبين النصراويين. المجمل الموضوع النصر ليس في أفضل حالاته، هذا ما حبينا نسلط عليه الضوء في عز الحدث. نلتقي إن شاء الله في أحداث قادمة، تمسون على خير.